عمرك سألت نفسك انت بتكون علاقة مع اللي قدامك كله ولا مع جزء منه بس؟ يعني بعامل الجزء الطيب فيه بس بقبله وبحبه، لكن باقي تفاصيل شخصيته مش قابلها؟ او بعامل الجزء الوحش بس ومغمض عيني عن باقي الأجزاء؟ ولا شايفه كله على بعضه كده وقابله زي ما هو بكل حاجة فيه؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، عن قد ايه انت بتقبل الاختلافات جواك وجوا غيرك. انا آلاء النجار، ويلا بينا. في نوعين من العلاقات بشكل عام: علاقة جزئية وهي اللي بتتعامل فيها مع اللي قدامك مع جزء منه بس أو كام جزء وبتتجاهل باقي الأجزاء التانية، وعلاقة كلية اللي هي بتكون مع كل أجزاء وتفاصيل الطرف التاني. لما تكون شايف اللي معاك نازل من السما ومفهوش غلطة ومش عاوز تشوف إن هو بيغلط وبيأثر ومش كل تصرفاته ساحرة ومبهرة، يبقى أنت عامل علاقة مع الجزء ده منه بس. والعكس برضو، لما تكون مش شايف من حد غير إن هو أناني وقاسي وممل ومش عاوز تشوف ولا تقبل إنه ممكن يكون ضعيف وبيتلخبط، يبقى أنت برضو عامل معاه علاقة جزئية. والكلام ده بينطبق على أي علاقة ومع أي حد وأي حاجة، وكل واحد بقى وقدرته على تحمل وقبول الاختلاف. ومن خلال قرايتي لكتاب الخروج عن النص، الكاتب بيقول إن اللي علاقته مع اللي حواليه علاقات جزئية مش بيتقبل فيها الاختلاف ولا بيستحمل فيها التناقض ولا اللخبطة ولا الحيرة، واللي بيستسهل ويتعامل بلغة ده حلو وده وحش وده صح وده غلط. تصور إن ده حد عمره النفسي أقل من 6 شهور، زي البيبي اللي بيشوف من كل حاجة حواليه جزء واحد بس، لدرجة إنه بيستقبل أمه في الوقت ده على إنها كائنين مختلفين عن بعض. أم كويسة وقت ما تكون متاحة وبتديله الشبع والحضن والدفء، وقت ما تغيب أو تبعد عنه تبقى دي الأم الوحشة اللي مش بتحس بجوعه واحتياجاته ومهملة. ده اللي بيحصل في أول 6 شهور من عمر البيبي. أما الشخص السوي الناضج للعلاقات الإنسانية هو إنك تشوف اللي قدامك كله على بعض، تقبله بعيوبه وأخطائه ونواقصه وتستحمل اختلافه عنه. الشخص السوي ده بيسمح لنفسه إنه يغلط ويجرب ويتعلم ويتغير، وبيسمح برضه لغيره إنه يغلط ويجرب ويتعلم ويتغير. الشخص اللي بيشوف جزء واحد بس بيحكم كتير ومش بيشوف غير اللي في دماغه ومش بيسمع غير اللي عاوز يسمعه، ده لو شاف وسمع من أصله. لكن التاني بيسمع وما بيتخضش من الاختلاف وبيستحمل وبيقبل. الأول مش بيدي فرص لا لنفسه ولا لغيره، وهي كده يا مفيش غير كده. أما التاني كل يوم بالنسبة له فرصة جديدة. وعشان تعرف انت مين فيهم، اسأل نفسك انت قد ايه شايف اللي قدامك وسامح له يكون نفسه، قد ايه بتقبل الاختلاف ووجود المتناقضات والحيرة واللخبطة جواك وجوا غيرك، قد ايه بتحكم على حد او بتحكم على نفسك، قد ايه قابل ضعفك وفشلك وضعف وفشل الاخرين. ده كان جزء صغير من كتاب الخروج عن النص اللي انا قريته وعجبني، وبرشحه جدا ان انتوا تقروه عشان هيفهمكم كتير عن نفسكم وازاي تتعاملوا معاها ومع الناس اللي حواليكوا كمان. وبس كده، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتستنوا الحلقات الجاية.